التسويق الإلكتروني هو عبارة عن مجموعة منصات وأدوات بنستخدمها علشان نقدر نوصل صوتنا للعميل، عشان نقدر نتواصل مع العميل، نقدر ناخد رأيه، نقدر نوصل له المنتج أو الخدمة بتاعتنا، نقدر نوصل له الأوردر بتاعنا، نتواصل معاه، نقدر نعمل ونزود عمليات المبيعات بتاعتنا عن طريق استخدام الإعلانات الممولة. التسويق الإلكتروني في منصات كتير بنستخدمها زي الفيسبوك، الانستجرام، اكس، يوتيوب، تيك توك، سناب شات، لينكد ان، واتساب، تليجرام، جوجل. كل دي منصات بنستخدمها في التسويق الإلكتروني، وهي دي تعتبر التسويق الإلكتروني. كل منصة فيهم لها طريقة واستراتيجية وشريحة معينة، بنقدر من هنا ان احنا نحدد افضل منصة مناسبة للشركة بتاعتنا، مناسبة للمنتج بتاعنا، مناسبة للشريحة بتاعتنا، ونبتدي ان احنا نشتغل عليها. يبقى اول حاجة لازم اعرف الشريحة بتاعتي مين عشان اقدر احدد المنصة المناسبة اللي خاطب بيها الشريحة دي. تعال نتكلم دلوقتي على الفيسبوك. الفيسبوك بيعتمد اعتماد رقم واحد على المنشورات، البوستات المكتوبة والصور، تصميم او صورة، وان احنا نعمل مشاركات مع بعض. طبعا كل المنصات او معظم المنصات هنبص هنلاقي فيها حاجات مشتركة، يعني هنلاقي فيها فيديو، هنلاقي فيها ريلز، هنلاقي فيها قصة، لكن كل منصة هي مشهورة بحاجة معينة. زي ما قلنا الفيسبوك اكتر حاجة شغالة عليه وهو المحتوى النصي المنشور اللي احنا بنكتبه، بننزل صورة، بننزل عليها منشور مكتوب. اي نعم فيها ريلز، فيها فيديوهات، لكن اكتر حاجة بنستخدمها وهي المحتوى النصي والصورة. هنبص على الانستجرام، اكتر حاجة بيشتغل عليها وهو الصورة او التصميم، وده ليه شريحة معينة، والغالب بتاعتها شريحة من الاندر ايدج لحد سن ال30 سنة. دولت اكتر شريحة موجودة على الانستجرام. طيب هنشوف منصة اكس، هي النصوص البسيطة والصغيرة جدا القصيرة، اللي هو سطر او سطرين بالكتير قوي، وده موجود عليه الاكثر الناس الاعلاميين، الناس رجال الاعمال، الناس الفي اي بي بمعنى اصح. هنبص على اليوتيوب. اليوتيوب الاستراتيجية بتاعته استخدام الفيديو المستطيل، وبتبقى الفيديوهات بتاعته طويلة، وطبعا احنا بنخش عليه لما بنبقى عايزين نتفرج على فيلم طويل، بنبقى عايزين ناخدهم دورة تدريبية، او نتفرج على فيديو بيشرح مجال معين او بيشرح فكرة معينة، وعايزين نتفرج ونفهم اكتر عن المجال او عن الفكرة او ناخد تدريب. بعكس التيك توك، هو منصة فيديوهات، لكن شغلها الفيديو يبقى قصير، 30 ثانية، دقيقة بالكتير. سناب شات برضو زي التيك توك منافس ليه، فيديوهات بالطول وقصيرة، لكن هو منتشر اكتر في دول الخليج، وبيستخدمه اكتر في دول الخليج، وهو تعتبر المنصة رقم واحد في السعودية. هنبص على جوجل، هنلاقي ان جوجل هو المحرك رقم واحد في العالم. اي حاجة انت محتاج تعرفها وبشكل سريع وتوصل لمعلومة دقيقة بشكل سريع، بتروح تبحث على جوجل. فاذا ان العميل بتاع جوجل هو عميل مهتم جدا جدا جدا، ومحتاج المنتج في الحال او محتاج الخدمة في الحال، علشان كده هو بيبحث عنها على جوجل. فاذا من هنا ان منصة جوجل هي منصة قوية جدا في الاعلانات، ولكنها غالية برضو جدا، عشان العميل بتاعها هو بيبقى عميل فعليا محتاج المنتج او الخدمة بشكل فوري. هنشوف لينكد ان، هي منصة خاصة بالتوظيف، هنلاقي اللي اكثر عليها الشركات والموظفين، وده بيبقى مهتم اكتر بالبروفايل. البروفايل بتاعك عامل ازاي، وقوة البروفايل بتاعتك عاملة ازاي، وبالتالي من هنا ان الناس اللي موجودة عليه
يبقى مفيد اكتر للناس اللي شغاله بي تو بي، بزنس تو بزنس. مثلا انا كشركه تسويق العميل بتاعي الاكثر موجود على منصه لينكد ان، لان معظمهم شركات وبروفايل شركات، والمديرين اللي موجودين في الشركات واصحاب البيزنس وهكذا. فاذا من هنا يبقى لينكد ان هي مفيده اكتر في بي تو بي، بيزنس تو بيزنس. طيب هنبص على الواتساب. الواتساب هو منصة رقم 1 في عملية التواصل والشات ما بين الاشخاص. في اي حتة في العالم هتلاقي حد عنده واتساب، هو ده اللي يعتبر بديل الاتصال. يعني انا لو مش عايز اتصل بحد وعايز اوصل له بشكل سريع هدخل اكلمه على الواتساب. فالواتساب يعتبر هو الغرفة الخاصة بكل شخص، زي رقم التليفون كده بالظبط، بس بدل ما اكلمه في التليفون هبعت له رسائل على الواتساب. فبالتالي من هنا دي منصة قوية جدا في عملية التسويق. هنشوف التليجرام. تليجرام هو منافس للواتساب. في ميزة مختلفة ان هو المجموعة بتاعته لما بنضم ليها بقدر اشوف كل المحتويات اللي نزلت قبل كده من وقت ما ابتدى الجروب ده، وديت ميزة مش موجودة في الواتساب. لكن الواتساب عوضها دلوقتي بان هو عمل حاجة اسمها قناة، والقناة ديت اصبحت حاجة زي الجروب بتاع التليجرام. والتليجرام بيبقى موجود عليه الاكثر التجار، علشان بيبتدي ينزل الشغل بتاعه، فلما يخش له عميل بعد كده وينضم للجروب بتاعه يقدر يشوف كل الشغل القديم اللي موجود عنده. بعد كده عندنا الايميل، ان انا ابتدي اسوق بالايميل. وان انا اسوق بالايميل برضه هنلاقي اللي مهتم بالايميل الشركات والمديرين اللي بيبقوا شغالين في الشركات. ده حاجه زي كده الفورمال، الشخص الرسمي اللي بيتكلم معاك بطريقه رسميه، لابس كرافته وبدله وبيتعامل بطريقه رسميه. فبالتالي من هنا الشركات بتتخذه انه دوت الطريقه الرسميه اللي بتبتدي تتعامل بيها مع الشركه. وانا علشان اوصل للشركات والمديرين بتوع الشركات ببتدي اعمل تسويق على الايميل اكثر، فهقدر اوصل للناس ديت بشكل افضل وادق. دي كلها منصات واقدر ان انا استخدمها في عملية الترويج والاعلان للمنتج بتاعي. لكن كل منصة فيهم ليها استراتيجية، سواء اللي شغالة بالفيديو، سواء اللي شغالة بالشات، سواء اللي شغالة بالمحتوى الكتابي، سواء اللي شغالة بالمحتوى الصورة او التصميم اكتر وهكذا. فبالتالي من هنا كل ما عرفت مين الشريحة بتاعتي وعرفت هم موجودين على انهي منصة، هقدر اختار المنصة اللي تبقى مناسبة للمنتج بتاعي وابتدي اشتغل عليها. عرفنا ايه هي المنصات اللي نقدر نعمل عليها تسويق الكتروني. طيب هبقى محتاج ايه؟ هبقى محتاج ان انا اجهز المنصة بشكل محترف. هبص هلاقي ان كل منصة ليها زي ما قلنا الاستراتيجية بتاعتها. يعني لما هشتغل على الفيسبوك غير لما هشتغل على الانستجرام، غير لما اشتغل على اليوتيوب، غير لما اشتغل على جوجل. كل واحدة فيهم ليها طريقة معينة نشتغل عليها. طيب هنقول ان احنا اشتغلنا على الفيسبوك. لو هشتغل على الفيسبوك طيب محتاج ايه علشان اقدر من هنا اشتغل عليها بشكل كويس واعمل اعلانات؟ محتاج صفحة احترافية. والصفحة دي بتتكون من ايه؟ بتبقى بنشئ صفحة، اسم، بحدد لها الصفة بتاعتها، بحدد الوصف بتاع الصفحة، بضيف ارقام التليفونات، العنوان، الميل، الموقع الالكتروني. بعد كده ببتدي اعمل الكفر، ابتدي اعمل البروفايل، والبروفايل دوت بيبقى هو اللوجو بتاعك. بعد كده محتاج ان انا اجهزها من البوستات. يبقى انا دلوقتي عملت صفحة جديدة، على الاقل الصفحة الجديدة ديت ابتدي انزل فيها 10 بوستات اقل حاجة، علشان لما ابتدي اعمل ليها عملية ترويج فالعميل يبتدي يخش يبتدي يلاقي فيه محتويات ويلاقي صور ويلاقي حاجات يقدر يتفرج عليها ويعرف انا مين. والعميل مش هيقعد يدور في الصفحة اكتر من 10 بوستات. يبقى انا دلوقتي ابتدي اعمل 10 بوستات علشان تكون الصفحة بتاعتي جاهزة. يبقى هعمل البوستات ديت عبارة عن محتوى نصي مكتوب، وعبارة عن تصميم او صورة للمنتج بتاعي او فيديو هبتدي انزله. يبقى دلوقتي الصفحة محتاجة محتوى مكتوب، صور او تصميم وفيديو.
وابتدي انشرهم. كده انا عملت صفحة احترافية اقدر من هنا ان انا استخدمها في عملية الترويج للمنتج او الخدمة بتاعتي. بعد ما انشئ الصفحة احضر لها بروفايل، احضر لها كفر، اكتب الوصف بتاع الصفحة، اكتب الصفة بتاعت الصفحة، البيانات بتاعت الصفحة، ابتدي احضر لها المحتوى الكتابي، احضر لها الصور او التصميم، احضر لها الفيديو، ابتدي انشر فيها 10 بوستات علشان اقدر من هنا اعمل لها عملية الاعلان بتاعتها. وطبعا هنتكلم ازاي نعمل اعلان ممول، وهنبتدي ان احنا نعمله بشكل عملي ان شاء الله. طيب لو جينا لصفحة الانستا، احنا بنعمل لها اكونت، وبنعمل الاكونت دوت احترافي، وبنبتدي ان احنا نجهزه برضو بروفايل، ونكتب الوصف بتاعها، ونبتدي نحضر التصميمات اللي احنا هننزلها. وزي ما قلنا ان الانستا هي معتمدة اعتماد اكتر على الصور والفيديو، فطبعا استراتيجية التصميم بتاعتها هتبقى مختلفة شوية عن الفيسبوك، لان الفيسبوك انا بقدر اكتب محتوى العميل بيخش يقراه لان هو بيبقى فوق الصورة، لكن المحتوى بتاع الانستا ما بيبقاش ظاهر قوي ومحدش بيركز معاه، فاللي بيشد العميل من اول نظرة هو التصميم او الفيديو. فعلشان كده بنعمل فيديو بطريقة مميزة او مختلفة عن الفيسبوك، علشان هو دوت اللي هيكون بيخاطب العميل مش المحتوى اللي هيخاطب العميل. بعد ما بنجهزه بنعمل الصفحة، وبنعمل برضو ال10 تصميمات بتوعنا، وبنبتدي ان احنا ننزلهم، وكل تصميم بيبقى ليه فكرة معينة وبطريقة معينة علشان يشد العميل. والاكتر اللي اقدر من هنا اعمل بيه تأثير قوي على الانستا في الوقت الحالي هو الفيديو. وعموما الفيديو هو دلوقتي اقوى محتوى متشاف، واقوى محتوى سهل وسريع، واكتر محتوى لما باجي اعمل اعلانات للشركات اللي موجودة معايا هو اكتر محتوى بيبقى منتشر، والتفاعل بتاعه بيبقى اعلى، والريتش بتاعه بيبقى اعلى، والتكلفة بتاعته بتبقى اقل عن لما اعمل اعلان على مجموعة صور ومحتوى كتابي. فاذا دلوقتي هو الفيديو اقوى حاجة بقدر من هنا ان انا اعمل بيها تسويق واوصل بيها للعميل، وبتكلفة اقل بكتير جدا من اي اعلانات تانية. الانستجرام اكتر حاجة هبتدي اشتغل بيها عليه تصميم يكون مميز، يكون عليه كلمة او كلمتين يشدهم، يكون التصميم مبتكر علشان يبتدي العميل يقف عنده. هبتدي اشتغل على الانستجرام بالفيديو الريلز والفيديو المنشور والقصة. هبتدي من هنا اعمل بقى خطة اعلانية لكل منصة، وابتدي اشتغل على الخطة الاعلانية دي، وهنتكلم عن الخطة الاعلانية بشكل مفصل ودقيق، وهنمسك مشروع نعمل عليه خطة اعلانية وننفذها بشكل عملي مع بعض. والانستجرام الشريحة بتاعته زي ما قلنا بيبقى الاكترية الشريحة اللي موجودة عليه من سن الاندر ايج لحد سن 30 سنة، دوت اكتر شريحة موجودة على الانستجرام، والشريحة الاعلى بمعنى اصح، والطبقة الاعلى بمعنى اصح من الفيسبوك. فعلشان كده الاستهداف بتاعه والاعلانات بتاعته اغلى من الفيسبوك ضعفين 3. تيك توك هو منصة للفيديوهات القصيرة. اول ما بتيجي تعمل الفيديو طبعا بيبقى اهم حاجة في الفيديو هم اول 3 ثواني، فلما تيجي تعمل فيديو ما تخشش للعميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انت ضيعت 3-4 ثواني بس في ان انت بتسلم عليه، هيروح قلب الفيديو على طول. هو عايز حاجة تشده علشان يبتدي يقف يكمل الفيديو، عايز فيديو سريع في معلومة او معلومتين مختصرين، علشان في ملايين من الفيديوهات مستنياه يتفرج عليها، مش هيقعد يتفرج على فيديو طويل انت منزله. علشان كده الفيديوهات بتاعة التيك توك بتبقى اهم حاجة فيها المقدمة والمدة الزمنية بتاعة الفيديو، والمحتوى بتاعه يكون سهل وبسيط، وقادر ان انت توصف وتوصل الرسالة التسويقية والاعلانية بتاعتك للعميل في خلال 30 ثانية، علشان الفيديو بتاعك يبقى فيديو ناجح وعليه تفاعل بشكل كبير. وطبعا طول ما انت شغال على التيك توك وبيحصل تفاعل بشكل كبير على
الفيديو بتاعك ده بيبتدي من هنا ان هو يطلعه ترند ويبتدي يشهره ويوصله لعملاء كتير جدا من نفس الشريحة اللي انت مستهدفها. وده في الغالب خوارزميات المنصات كلها بتشتغل بالطريقة ديت. انت اهتميت بايه، انت وقفت عند فيديو ايه، وقفت على الفيديو دوت كام ثانية، عملت لايك على انهي محتوى، عملت لايك ومتابعة لانهي صفحة او لانهي اعلان. كل دي حاجات هم بيجمعوها عنك ويبتدوا من هنا ان هم يرشحوا لك محتويات وفيديوهات بنفس الحاجة اللي انت اهتميت بيها ووقفت عندها او عملت عليها اي تفاعل. يعني ايه خوارزميات؟ الخوارزميات ديت هي بمعنى اصح هنمثلها ان هي انسان آلي. الانسان آلي دوت هو بيبتدي يعمل عملية مسح للمنصة. المنصات بينزل عليها ملايين من الروابط، ملايين من المحتويات، ملايين من الفيديوهات. فبالتالي من هنا الانسان الآلي دوت مهمته ان هو شغال كل ثانية يعمل مسح للروابط دي، ويبتدي من هنا ان هو ياخدها يحطها عنده في المخزن او الارشيف بتاعه. فاحنا هنقول ان احنا في 3 حاجات: الواجهة اللي هي المنصة اللي انت بتبقى شايفها، والانسان الآلي بيبقى في النص، ووراه بيبقى الارشيف. فبالتالي من هنا انت بتنزل حاجة محتوى، الانسان الآلي دوت بياخد المحتوى يبتدي يصنفه ويحطه في الارشيف بتاعه، عشان لما حد يجي يعمل عملية بحث ويكتب كلمة في البحث يبتدي من هنا يرجع للارشيف، ياخد الحاجة اللي انت نزلتها ويبتدي يظهرها للشخص دوت في المنصة او الواجهة اللي هو عمل فيها البحث. طبعا كل ده بيحصل في اقل من الثواني، بيكون هو عمل الامر ده. طيب من هنا الخوارزميات ديت لازم افهم الشخص الآلي ده بيشتغل ازاي، بيفكر ازاي، بيصنف المحتوى ده ازاي، وبيأرشفه ازاي، وليه بيطلع المحتوى ده يديه للعميل اللي عمل بحث بالكلمة ديت وما بيطلعش المحتوى اللي شبيه ليه. فطبعا من هنا علشان اقدر اتصدر محركات البحث، ولما حد يعمل بحث تظهر له المحتوى او الصفحة او الموقع بتاعي في رقم 1، ففي شروط معينة. الشروط ديت لازم اعرفها وافهمها، وافهم ازاي الخوارزميات ديت بتفكر وتشتغل، عشان لما اجي اعمل محتوى امشي على الشروط اللي هو يقدر يقراها ويصنفني من اجود المحتويات اللي يرشحها للعملاء ويظهرها للعملاء. وهو ده الخوارزميات بشكل بسيط جدا. دلوقتي علشان اقدر اشتغل على السوشيال ميديا او اشتغل تسويق الكتروني بشكل احترافي، فانا لازم اعرف ايه هي التخصصات اللي موجودة، اللي لو كملت كلها مع بعض هقدر اكون فريق، او لو عندي مشروع لازم اتعلم ايه علشان اقدر اطلع المنصة بتاعتي او الصفحة بتاعتي بشكل احترافي واقدر اوصلها للعميل، او لو عايز اختار تخصص معين اشتغل بيه في شركات التسويق او اشتغل بيه كفريلانسر على المنصات. يعني في منصات زي خمسات، زي مستقل، ومنصات اخرى. ده عبارة عن ان انت كراجل فريلانسر بتعرف تعمل مثلا مونتاج للفيديو، بتعمل اكونت عليه وناس كتير بتخش تعرض ان هو عايز يعمل مجموعة فيديوهات بسعر قد كده وانت بتقدم له العرض بتاعك. بتعرف تعمل محتوى نفس المبدأ. لو انا في تخصص معين وبشتغل فيه، فهقدر من هنا ان انا اشتغل بيه في شركة، او هقدر من هنا ان انا اشتغل بيه كفريلانسر، ان انا اقدم الخدمة دي لمجموعة شركات، او ان انا اشتغل بيه على المواقع بتاعة الفريلانسر. فانت دلوقتي لازم تعرف ايه هي التخصصات دي علشان تبتدي تشوف ايه اكتر تخصص هو مناسب لشخصيتك، لمهاراتك، لفكرك، انت حبه وعندك شغف ان انت تتعلم فيه وهكذا. فبالتالي من هنا تقدر تاخد التخصص ده وتبتدي فيه، علشان مش تضيع وقت في التشتت وان في حاجات كتير
حوالين مني مش عارف ابتدي فين ولا فين، وممكن امشي في طريق وشويه اقف فيه علشان الاقيه تقيل مش فاهمه وبص لطريق تاني، ويفضل عمليه تشتت، والتشتت ده بيضيع الوقت وما بيوصلكش لاي نقطه. فاذا من هنا طالما انت عرفت التخصصات دي هتبتدي تبحث عن التخصصات دي، تقرا معلومات وتفاصيل عن كل واحده فيهم، وتشوف ايه اكتر حاجه انت حبيتها ومناسبه لمهاراتك وشخصيتك، ولما تيجي تشتغل فيها مش هتحس بزهق ولا بملل، وهتقدر تستوعبها بشكل سريع، فتبتدي خلاص تحط كل تركيزك فيها وتبتدي من هنا ان انت تتعلمها. هنيجي نتكلم على اول حاجه وهو ملك التسويق، وهو المحتوى. المحتوى ده ممكن يكون محتوى مكتوب، محتوى مسموع، محتوى مرئي زي الفيديو، زي الصور، محتوى مسموع زي الفويس اوفر، محتوى مكتوب زي المقالات، زي الاخبار المكتوبة، زي الصيغ الاعلانية. فالمحتوى ده هو حاجة اساسية وثابتة في كل انواع التسويق، لان لما اجي اعمل فيديو انا بعمل محتوى الاول عشان ابتدي من هنا اكتب السكريبت ده اللي هو المحتوى اللي انا هتكلم فيه عن الفيديو. عشان اعمل الدورة دي انا كتبت محتوى للدورة، كتبت هتكلم عن ايه وهقول ايه وعايز اوصل ايه للشخص وعايزه يتعلم ايه، وبعد كده ابتديت ان انا ارتب المحتوى ده، وبعد كده ابتديت من هنا ان انا اجهز المتطلبات اللي محتاجاها الدورة، وابتديت من هنا ان انا اسجل لحد ما وصل ان انت دلوقتي بتسمع الفيديو ده. فاذا من هنا ان المحتوى ده حاجة ثابتة. يبقى انا دلوقتي ممكن اشتغل كاتب محتوى، وكاتب المحتوى ده انت ممكن تشتغل في شركات تسويق، تشتغل في جرايد، تشتغل في منتديات، تشتغل في المواقع اللي بتبقى معمولة علشان تكسب من الاعلانات، فبتكتب محتوى علشان يحصل لها عملية ظهور، تشتغل في شركات بتعمل SEO فدوت بتكتب محتوى متوافق مع محركات البحث علشان يبتدي يظهر الموقع الالكتروني في محركات البحث في البداية. فكاتب المحتوى ده رقم واحد في تخصص التسويق. عندك بعد كده المصمم، الشخص اللي بيعمل التصميمات. تقدر من هنا ان انت تتعلم الفوتوشوب، بتتعلم برامج التصميم وتبتدي تشتغل في المطابع، تقدر تشتغل في شركات تسويق، تقدر تبيع التصميمات بتاعتك للصفحات اللي بتبيع اونلاين، تقدر تبيع التصميمات بتاعتك على مواقع الفريلانسر. فبالتالي من هنا هو تخصص تقدر تشتغله سواء لوحدك او سواء ان انت تعرض خدماتك او تشتغل بيه كموظف. بعد كده عندنا المونتير اللي هو بيعمل المونتاج للفيديو. فبالتالي من هنا هنلاقي ان في برضو تخصصات، شخص بيعمل مونتاج للفيديو، ان هو بياخد الفيديو دوت يظبطه، يخلي الكلام بتاعه مظبوط، يشيل الزيادات بتاعته، يضيف الايقونات، يضيف الايموشن وهكذا. شخص تاني بيعمل موشن جرافيك اللي هو الفيديوهات زي الفيديوهات الكرتونية، او الموشن جرافيك بينقسم لكذا شق تاني. فبالتالي من هنا هنلاقي ان الشخص المونتير في كذا جواه كذا تخصص اصلا اقدر من هنا ان انا اتعلمهم. طيب لما اعمل كده هقدر اشتغل في شركات تسويق، هقدر اشتغل في شركات انتاج، هقدر اشتغل في السينما. كل ما هقدر احترف البرامج وافهم اكتر عن المونتاج هقدر من هنا ان انا اشتغل في شركات عالية، والدقيقة بتاعت المونتاج بتاعتي هتبقى غالية. فبالتالي من هنا ده مجال اقدر اخده وانتهجه وابتدي اشتغل فيه. بعد كده عندنا الشخص المصور، الشخص اللي بيصور المنتجات، بيصور اللقاءات، بيصور المنصات، بيصور الدورات، بيصور اعلانات. فالشخص المصور دوت جزء من الاجزاء الاساسيه برضو في التسويق الالكتروني. فانا اقدر اتعلم تصوير واقدر اعرض الخدمات بتاعتي على شركات، اقدر من هنا ان انا اصور الموديلز اللي بيصوروا من الملابس بتاعت مصانع الملابس، اقدر من هنا ان انا اصور اعلانات، اقدر من هنا ان انا اصور اشخاص. فبالتالي من هنا هلاقي فرص كتير جدا للشغل، وهلاقي فرص كتير جدا اقدر اكسب منها. بعد كده عندنا الشخص اللي بيدير الصفحة. انا دلوقتي ببقى ماسك مجموعة صفحات، بحافظ على النشر بتاعهم، بنشئ الصفحة، بحافظ على النشر بشكل يومي، بنزل البوستات، بنزل المحتويات.
بعد كده عندنا الشخص المودريتور، ده الشخص اللي بيبقى بيرد على العملاء في الكومنتات، بيرد على العملاء في الرسائل، بيبيع للعملاء في الرسائل، بياخد الاوردر يوصله للشخص اللي مسؤول ان هو يتواصل مع العميل ويسلمه الاوردر ويتابع معاه عملية الشحن. فبالتالي من هنا المودريتور دوت الشخص اللي هو بيرد على الرسائل وكومنتات الصفحة. في شركات كتير بتبقى مشغله الاعلانات بتاعتها وعايزه حد يقعد يرد على الصفحه، فانت علشان تعمل ده محتاج ان انت تتعلم سيلز، محتاج ان انت تتعلم ازاي خدمه عملاء، ازاي تتعامل مع العميل، ازاي ترد على العميل، ازاي تخلي العميل ده يشتري، ازاي تدي اهتمام للعميل. فانت محتاج تتعلم سيلز وخدمه عملاء عشان تقدر تشتغل مودريتور. والمودريتور الشاطر والناجح كل الشركات بتدور عليه، لان دلوقتي كل الشركات بتشغل اعلانات ممولة وكل الاعلانات بتجيب رسائل للعملاء. فانت دلوقتي هتبقى ليك فرص كبيرة جدا، كل ما احترفت عملية المبيعات هتلاقي فرص كتير جدا ليك في الشركات ديت ان انت تشتغل لهم على الصفحات بتاعتهم وترد على العملاء وتبيع وتاخد كوميشن وتاخد رواتب كويسة. بعد كده عندنا الميديا باير. الميديا باير واللي هو الشخص اللي بيعمل الاعلانات الممولة، وطبعا ده يقدر يشتغل لوحده ويقدر يشتغل في شركة. فبالتالي من هنا الشخص اللي بيعمل اعلانات ممولة هو بيتعلم اساسيات الاعلانات، بيتعلم سياسات الاعلانات، بيتعلم الاستهدافات، بيتعلم تسويق علشان يقدر من هنا يعمل استهداف بشكل كويس ودقيق، عشان يقدر يوصل للشريحة المستهدفة، عشان يقدر يوصل لأقل تكلفة، عشان يقدر يحقق أعلى نسبة مبيعات من الإعلان، عشان يقدر يحل المشاكل بتاعة الإعلان. فبالتالي كل ما بقيت ميديا باير محترف كل ما قدرت من هنا ان انت السعر بتاعك يبقى غالي وشركات كتير تبحث عنك وشركات كتير تجيب لك عروض، وانت تقدر تشتغل كفريلانسر او ان انت تقدر تشتغل بوظيفة كاملة في شركة او اكتر من شركة كمان. بعد كده عندنا الفويس اوفر. الفويس اوفر ده الشخص اللي هو بيسجل الكلام المسموع اللي انت بتشوفه في الاعلان. ممكن تشوف اعلان متصور وفي شخص بيتكلم، هو ده الفويس اوفر. بنقدم لك باحترافية خدمات إدارة الأعمال والتسويق الإلكتروني. بنفكر مع بعض، بنخطط مع بعض، بننطلق للتنفيذ. هو ده الشخص الفويس اوفر اللي بيسجل الاسكريبت بتاع الاعلان اللي هو بيتكلم بنبرة صوت معينة، هو ده الشخص الفويس اوفر. وده الدقيقة بتاعته بيتعامل بالدقيقة او بال30 ثانية. وطبعا كل ما كان نبرة صوتك مميزة، كل ما كان جودة الصوت بتاعك مميزة، كل ما السعر بتاعك زاد، وكل ما قدرت ان انت تشتغل مع شركات. تقدر تسجل كتب، تقدر تسجل بودكسات، تقدر تسجل فويسات للاعلانات، تقدر تتعامل مع شركات المونتاج، تقدر تتعامل مع شركات التسويق، تقدر تتعامل مع شركات الانتاج والاعلانات. فبالتالي من هنا ده مجال تقدر ان انت تتعلمه وتقدر تحقق منه دخل، وليه مصادر كتير للدخل. انت ممكن تعمل قناة على اليوتيوب وتسجل فيها بنبرة صوتك المميزة، تسجل فيها كتب مختصرة. تقدر من هنا تعمل مسلسل كرتوني بنبرة الصوت بتاعتك. تقدر من هنا تقدم معلومات قيمة للعملاء على صور، على فيديوهات متحركة وهكذا. فتقدر تكسب من الفيديوهات. تقدر تشتغل كفريلانسر مع كذا شخص، تقدر تشتغل مع شركات كتير.